السلام عليكم. قلت اطلع معاكم بفيديو مهم جدا بخصوص اخر اخبار نادي الزمالك. مهاب ياسر خلاص هيستغنى عن مستحقاته مقابل الذهاب الى نادي حرس الحدود. اللاعب غير مميز مع نادي الزمالك، واللاعب ما شاركش مع نادي الزمالك في المباريات، لكن اللاعب مستوياته مميزه، ولكن مع الانديه المتوسطه الجدول او الحد الادنى في جدول الدوري المصري والفرق اللي هي متوسطه. فاللاعب هيرحل عن نادي الزمالك وهيذهب الى نادي حرس الحدود. وايضا ايمن الرمادي اتكلم على مصطفى شلبي ان اللاعب ده كان هو خلاص، ايمن الرمادي خلاص ما بقاش مدير فني نادي الزمالك حاليا. بيتكلم ان مصطفى شلبي لن يصلح لنادي الزمالك، لان نادي الزمالك بيحتاج لعيبه تتحمل ضغوط الجماهير وكده، واللاعب غير مميز في الحته دي. فان هو يتكلم عن كده، فهو فعلا كل الجمهور اساسا معترض ان على بقاء حتى الان مصطفى شلبي، ونتمنى ان هو يرحل عن نادي الزمالك. ولاعيبه كتير جدا جدا لا تصلح في نادي الزمالك على الضغوط الجماهيريه دي بالذات. ممكن يكونوا بره في انديه ثانيه يتالقوا، لكن جوه نادي جماهيري ما يتالقوش تماما تماما تماما. وايضا نادي الزمالك بيحاول الفتره دي ان هو يضم الثلاثي بتوع بيراميدز، اللي هو محمود صابر ومحمد رضا بوبو واللاعب محمود زلاكا. الثلاثه دول في خطط نادي الزمالك، وايضا مصطفى فتحي. ولكن مصطفى فتحي اداره نادي الزمالك اتكلمت معاه ان هو اللي يخلص نفسه من نادي بيراميدز عشان يقدر يجي نادي الزمالك فري. واللاعب يرغب ايضا ان هو يجي نادي الزمالك مصطفى فتحي. واللاعب ممتاز طبعا، وكل الامكانيات احنا عارفينها طبعا، لعيب كويس جدا جدا. ولاعب ايضا مصري مش هياخد لك مكان اجنبي. وايضا يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه هنعلن الزمالك ان شاء الله عن تعاقد مهاجم اجنبي. خلي بالكم الفتره الجايه الزمالك هيعلن عن مهاجم اجنبي ان شاء الله. اقول لكم الاسم قريب جدا. بشكركم لمتابعتكم معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.